السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا المحترمين في كل مكان. النهارده هنشتغل بالعجين يا جماعة، وطريقة العجين: بجيب عيش بتاع المخبز عادي الفرن، أو بله بلة عادية كده من مية الطرمبة دي العادية، وأعجن بإيدي كويس، وأنزل أشتغل بالعجين. صدر عجين مباشر. استنونا كده وتتفرجوا على الفيديو، هينال إعجاب حضراتكم. هنفرد العود كده يا جماعة بالراحة، والمكان ده يا جماعة سمكة كبيرة أو سمكة صغيرة هنوريكم، يعني ده الواقع، احنا ما بنكدبش على حد، ما بنكذبش، بنوريكم الواقع اللي بيحصل بنوريه لكم. طبعا التاريخ النهارده 11/6/2025. هنبدأ نشتغل ونتعب كده في السن، ونتوكل على الله، وربنا هو اللي يرزق. فطبعا الفيديو ده كنت مسجله بصوت، بس طبعا كان فيه زيطة وأغاني وكده، فقطمت الصوت على طول. دي أول غمزة معانا النهارده يا جماعة. سمكة بيضة ما شاء الله حلوة. طبعا الأحجام اللي في الترعة دي فيه أحجام زي كده، وفيه أحجام أكبر من كده. المكان ده ترعة شمس الدين وأبو حرب. اللي حابب ينزل بلا مزار، ترعة شمس الدين وأبو حرب. بشتغل بقى بعجين زي ما قلت كده، وإن شاء الله هوريكم الغمزة مباشرة دلوقتي. الصغير برجعها المية، المناسبة باخدها من أول الغمزة أهو يا جماعة، وتوكل على الله. كل حاجة قدامكم مباشرة أهي. كل حاجة مباشرة قدام حضراتكم. في سمك حجاري وخناين، وفي سمك أبيض، وفي جراميطة تخش معاك على العجين برضه. كله هيبقى مباشر قدام حضراتكم دلوقتي. كله مباشر قدام حضراتكم اهو. جوز اهو من اول الرميه. هي الاحجام اللي طالعه معايا كده يا جماعه، بس الحمد لله على ايه؟ على رزق ربنا. كله على المباشر قدام حضراتكم اهو. طبعا يا جماعه الاماكن العشوائيه اللي زي كده انا بقول عليها، مكان عشوائي زي كده بقول عليه، لكن ادوار الغله ببقى تعبان فيه، وكلام ما يزعلش حد يعني. عايز تعمل دور غله على المصرف ده، تعالى نعمل الدور غله على المصرف ده، او الترعه دي. اي ترعه حضرتك شايفها مناسبه، فانا مزار اعمل عليها دور غله. طالما السمك عام قدامك اعمل دور غله، وربنا يرزقك. انا الغمز قدام حضراتكم مباشر اهو. الميات كلها بدات تاكل، بس الاحجام بقى على حسب الاحجام دي. الاحجام دي رزق من عند ربنا، دي ارزاق. زي ما حضراتكم شايفين، ده اللي بيطلع معانا اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده، في ساعتين الواحد ياخد له 2 3 كيلو سمك، وخمسه ورا بعضه مباشر بقى. زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. في سمك صغير بيطلع، الصغير بنرميه، والمناسبة بناخدها. ما شاء الله. وفي سمك بيتفرغ مننا كمان اهو. زي ما حضراتكم شايفين كل حاجة على المباشر. حضرتك لو الفيديو عاجبك ومتمتع معانا وعايز تعمل لايك اعمل لايك، مش عايز تعمل لايك براحتك برضه. كفاية ان انا بقول ايه؟ بقول الصراحة والمصداقية. اللايك دي ذوق من حضرتك يعني، مش اكتر. دي ذوقيات انت وذوقك. وفي ناس برضه بتدعم القنوات بميزات تشكرات وفلوس وبتاع. انا مش بطلب منك تدعمني غير بلايك. عايز تحط لايك حط لايك، مش تحط لايك عادي براحتك برضه. كفاية ان انت موجود عندي، كفاية ان حضرتك بتتابعني، كفاية ان حضرتك بتشترك عندي في القناة. انا الصيد ده هواية عندي، واليوتيوب ورفع الفيديوهات برضو عندي هواية. الفيديوهات بتعرفنا على ناس محترمة، بتكلم مع الناس، بصاحب ناس.
بس مش اكتر يعني. وربنا يرزق الجميع. ولو ليا رزق في اليوتيوب او في اي حاجه او في الفيسبوك هاخده. ماليش رزق ربنا مش اراد بكده. اللي ربنا يراد بيه بن... بنرضى بيه، الحمد لله رب العالمين. صلى على النبي كده في تعليق. لو وصلت لحد هنا صلى على النبي في تعليق عشان ناخد حسنات كلنا كده. ربنا يصلح الحال يا رب. كل الغمزات على المباشر يا جماعه. اهو كل الاحجام اللي بتطلع ما بوريها لك. كبير صغير بوريها لك. اظن لو في احجام كبيره هتطلع معايا هيبان برضو كله. لو في احجام كبيره هوريها لك برضو. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله. هي وبنتها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ما شاء الله تبارك الله. صلوا على النبي في التعليق يا جماعه. شوف لونه عامل ازاي. حجاري لونه ويبص عامل ازاي. شكله جميل. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللي زاج من لحمة العيد يطلع يصطاد سمك. عالي. ما شاء الله. وجهت العادية. طبعا صيد العجين يا جماعة من أمتع الصيد برضه. صيد العجين من أمتع الصيد. حلو برضه زي الغلة. اللهم اصلح حالنا يا رب. وكده انتهينا من الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو نال إعجاب حضراتكم. لو وصلت لحد هنا عايز تعمل لايك اعمل لنا لايك. مش عايز براحتك. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.